تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الجديد بدون عقد شرفي مع الكلاسيكو. في أولى تصريحاته بعد إعلان توليه قيادة ريال مدريد خلفا لأنشيلوتي، قال تشابي ألونسو بكل أناقة هادئة ونبرة فلسفية توحي باللامبالاة المدروسة: لست مسؤولا عن نتيجة الكلاسيكو، ولن آتي إلى مدريد من أجل الفوز بالكلاسيكو. تتافهت. تصريح يشبه تماما رسالة اعتذار مسبقة توقع قبل ارتكاب الجريمة. وكأن تشابي يجاوب الآخر: سأدرب، سأحاور الصحافة، سأرتدي البذلة الأنيقة، أما أن تهزم برشلونة فتلك رفاهية لا أوعدكم بها. ريال مدريد الذي خسر 4 كلاسيكوهات هذا الموسم يبدو وكأنه اشترك في باقة الخسارة الموسمية المتكررة. في كل كلاسيكو يدخل لاعبوه وكأنهم في رحلة ثقافية يدرسون تحركات لامين يامال عوضا عن إيقافه. أما الجماهير فكانت تنتظر تشابي كمنقذ، فإذا به يطل عليهم بعباءة فيلسوف زاهد بالنتائج: الفوز ليس كل شيء، الهزيمة أيضا تجربة روحية. وقد لا نستبعد أن يكون مشروعه الجديد مع ريال مدريد قائما على بناء فريق يتقبل الهزيمة بأناقة. الرسالة واضحة: تشابي جاء لا ليغير النتيجة، بل ليغير طريقة تبريرها. مع أطيب التحيات، وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.